أريد أن أقول لإيران أنه ذبحتم أمة محمد، شاركتم الأمريكان، اتفقتم مع الأمريكان أن تكونوا خدما لهم في سحق الأمة ودمارها. أنت خدم خامنائي، أنت خادم، أنت عدو لله ولرسوله، أنت قاتل أطفال المسلمين، أنت قاتل. أيها الإخوة، اعلموا أن طاعتكم لهؤلاء معصية عظيمة وخيانة لأمة الإسلام. إياكم أن تصدقوا هذه السخافات التي تجري في لبنان، إطلاقات نار. هذه مدروسة مع الأمريكان والصهاينة وطهران. قديما أنه يا أخي والله نحن صادقين، والله نحن الشيعة مؤمنين، والله من حب السنة ومن حب الشيعة ومن حب كل من يقول لا إله إلا الله. والله العظيم أني مستعد أن أموت في سبيل أي مسلم في أي مكان تحت أي جو من أي مذهب. ليش نظلم، نتهم بأمور يبدو أنها غير صحيحة بالنسبة لي؟ لا، تبين بعدين لا، في تشيع تاني. وين في عدو لله ولرسوله يريد شرا بالمنطقة؟ في ناس باسم التشيع منهم بريء، الإسلام منهم بريء، محمد منهم بريء، علي بن أبي طالب منهم بريء. هؤلاء أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء محمد، أعداء علي. إياكم أن تصدقوا أنهم ينتسبون لهذا، بل يختبئون. هذا الحاكم في طهران عدو لمحمد ولعلي، هذا يبتدع تشيعا ليس له علاقة بأهل البيت. داعش عبارة عن ضباط من النظام السوري والنظام الإيراني والنظام العراقي والنظام الأردني والنظام الصهيوني والأمريكان، كونوا شيء اسمه داعش. ممكن بعض الناس البسطاء الذين لا يعرفون ظنوا أن هذه مؤسسة دينية. أقسم لكم بالله العلي العظيم أنا لا أتكلم احتمالا، أنا أتكلم عن واقع دقيق.